السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المزارعين، يا رب تكونوا بخير. طبعا قابلناكم بعد غياب على قناة يوتيوب كيان الزراعة. أولا بنرحب بالسادة الحضور والناس اللي مشتركين في القناة حديثا، بنرحب بهم جميعا. حبيت بس كده في نهاية اليوم أنوه مع حضراتكم إن الزراعة بصفة عامة علم وفن، قبل أن تكون مجال للهلس والهنبقة اللي احنا بنسمعه على السوشيال ميديا وبنشوفه. واحد يطلع يقول لك والله أنا هديك رشة أو هديك معاملة معينة تخلي لك الإنتاجية أعلى إنتاجية، ومش عارف محصول البنجر يوصل ل50 طن و60 طن، ومش عارف البطاطس توصل ل35 طن، والكلام اللي احنا بيتقال واللي احنا بنسمعه يوميا. طبعا حضراتكم الكلام ده لما المزارع بيسمعه للوهلة الأولى بيحصل عنده لخبطة. المزارع ما بيبقاش عارف يمشي إذا ما كان ماشي كويس ولا يمشي ورا كلام الراجل اللي طلع قال الكلام ده. فاحنا بنأكد بس ان لو الامر ده، لو هي المسألة رشة ان هي تغير حياة النبات وان هي تجيب لك 50 طن و70 طن زي ما الناس بتقول، كنا ممكن نلغي بقى كليات الزراعة ونلغي الأبحاث العلمية والمعاهد البحثية، والناس اللي شغالة دي وتاخد رواتب وعايشة منها وشغالين في القطاع البحثي، وإن في عندنا وزارة زراعة مصرية. كنا نلغي بقى كل الكلام ده عشان سيادته طلع قال والله رشة واحدة تخليك تجيب 60 طن. لو المسألة كده كان كل ده يتلغى بقى ونمشي ورا كلام الراجل ده. فيا جماعة رجاء، المزارع مش لعبة. محدش يقول كلام هو مش متأكد منه، محدش يدلو بمعلومة أو يطلع يكتبها على السوشيال ميديا هو ما اشتغلهاش بإيديه ومتأكد منها. محدش يعمل خلطة معينة من مبيد حشري غير قابل للخلط إلا لما يرجع إلى مرجعية الخلط. فرجاء النهاردة الانبوتس بتاعت اللي هي المجال الزراعي أو المدخلات بقت غالية جدا، في ظل ان ممكن الاوت بوتس يبقى منخفضه او سعرها متدني. فرجاء بلاش ضحك على الناس البسطاء، بلاش ان حضرتك تستغل المزارع وتستغل جهله وتبدا حضرتك توصله توصيات مش مظبوطه او توصيات غير موصى بها من وزاره الزراعه، او الابحاث ما وصلتش بيها، او الشركات الكبيره العملاقه اللي موجوده في مصر ما اوصتش بيها، او حد اشتغلها بايديه. المسألة كلها إن أي محصول في الدنيا بيمر بمجموعة من المعاملات، بداية من تجهيز مهد الزراعة اللي هو التربة، إلى عملية الزراعة نفسها ورية الزراعة ومعاملات ما بعد رية الزراعة. كل محصول ليه معاملات فنية أو معاملات زراعية معينة. هل المزارعين مش مدركين الكلام ده؟ لا، المزارعين عارفين الكلام ده. اللي هو مثلا واحد بيزرع بقاله 20 سنة بنجر سكر، فهو عارف المعاملات بتاعته وضعها ايه. النهاردة بقى عندنا معظم المزارعين النهاردة بقت ناس متعلمة وناس تقدر تدخل على السوشيال ميديا وبتبحث وتقدر توصل للمعلومات. في شريحة كبيرة من الناس لسه على الاسطمبة القديمة، هو عارف حاجة معينة أو عارف وضع معين بيمشي عليه. لكن انت النهارده لما تيجي تقول له ده انا هديك رشه تجيب 60 طن، الراجل ده او يعني معلش مع احترامي، انت كده عملت له حاله من عدم التركيز، حاله من التشتت. فرجاء ما تطلعش تقول لي ده انا هديك رشه توصل محصول القمح ل 25 ارداب. الكلام ده غير دقيق وغير مظبوط علميا وغير مقبول بالمره. ولو حضرتك عندك بحث علمي بيقول ان في معامله في محصول القمح هتوصلك ل 25 ارداب، معامله منفرده، طلع الكلام ده ووديه للناس وطلعه للناس واعرضه لنا ونتناقش فيه. لكن ما تجيش حضرتك سيادتك تبدا انك تروج لفكره معينه وتقول هديك رشه تيجي خلي محصول القمح يجيب 25 و30 ارداب. المجموعه كلها، الموضوع كله هو مجموعه معاملات وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد يجتهد وممكن ما يوفقش في الانتاجيه، ممكن يجيب 20 ارداب 21 ارداب. ممكن واحد تاني ارضه لها طبيعه معينه يزرع ويحط بس اللي هو السماد النيتروجيني بتاعه وشويه فوسفور في الارضيه ورشتين 3 عشرينات ولا حاجه، ويوصل برضو سيادتك لنفس الانتاجيه بتاعتك. كل ارض ولها طبيعه. والتغيرات المناخيه النهارده اللي طرأت على العالم كله، وتغير المناخ وعدم استقرار المناخ ليه عامل كبير. فرجاء ما تستغلش جهل المزارع، ما توصيش بحاجه انك بتوصي بيها بصفه تجاريه. يا ريت من اخواتنا الباحثين
ان التوصيات تكون على يعني اساس علمي دقيق، عشان سيادتك النهارده بقى المدخلات زي ما انا قلت لحضرتك، الانبوتس بتاعت المزارع غاليه جدا، او المدخلات بتاعت المنظومه الزراعيه غاليه، او مع ارتفاع الاسعار بقت مكلفه على المزارع، سواء الراجل اللي بيزرع فدان، او اللي بيزرع 10، او اللي بيزرع 20 فدان، او اللي بيزرع مزرعه 200 300 فدان. المدخلات بقت عاليه. كمان ممكن يبقى المخرجات بتاعته اللي هي الاوت بوتس بتاعته ممكن تكون برضو سعرها منخفض. فلازم يكون النهارده الراجل اللي بيحط بروجرام او بيحط برنامج معين لمزرعه لازم يراعي ارتفاع الاسعار. يعني ما ينفعش سيادتك تعمل فدان قمح وتقول لي ده انا والله عامل برنامج لفدان قمح مكلف 5-6,000 جنيه اسمده ورقيه. الكلام ده غير مقبول بالمره، ومفيش مزرعه هتقبله، لان حضرتك ده رقم كبير جدا بالنسبه لمحصول القمح. الحاجه اللي انا عايز اكد عليها برضو موضوع انك تعمل المعاملات الزراعيه في ميعادها. التوقيت المعامله نفسه بيفرق في الانتاجيه. يعني مثلا وليكن هنعمل فور اكزامبل او على سبيل المثال محصول بنجر السكر. طبعا انا بتكلم على محصول بنجر السكر بعينه لانه هو المحصول الشائع هذا العام، او هو المحصول اللي واخد المساحه الكبرى من جمهوريه مصر العربيه على مستوى محافظات جمهوريه مصر العربيه. ما ينفعش واحد يأجل عمليه الخف لحد 60 يوم. دي معامله من ضمن المعاملات، عمليه خف محصول البنجر. ليه بقى؟ لان حضرتك هذه العمليه مهمه جدا 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 في محصول بنجر السكر. المفروض عمليه الخف ديت بتتم من 4 ل6 ورقات حقيقيه وليس اوراق فلقيه. يعني بنجر السكر سيادتك هنحاول نعمل لك صوره كده خفيفه. اول ما بيطلع البنجر بيبقى طالع باوراق فلقيه، اللي هي الاوراق اللي بتطلع من سطح التربه، بتبقى بالمنظر ده كده. الشكل ده كده، ركز معايا كده، الشكل ده بيسموه الاوراق الفلقيه. لسه حاجه جت تاني؟ مفيش. لما يبدا يجيب ورق تاني بعد كده بقى اسمها ايه بقى؟ 2 جاب. هو اللي يبص يعني ما يبقاش عنده خبره يقول لك والله ده 4 ورقات. لا، الاوراق الفلقيه دي لا تحسب، يعني دي ما بتحسبش في حساب عمر البنجر. تبدأ بقى تحسب من 2 ورقة حقيقية اللي فوق. بعد كده جاب كمان 2 ورقتين، بقى اسمه ايه بقى؟ 4 أوراق حقيقية. طب احنا بنعمل يعني على سبيل المثال يعني جاب كمان 2 ورقتين بقى اسمها 6 ورقات حقيقية. أبدأ أنا أعمل عملية الخف لما يبقى عندي 4 ل6 ورقات حقيقية وليس أوراق فلقية. الأوراق الفلقية دي إلغيها من حساب عمر النبات. يجي بعد كده تاريخ الزراعة نفسه وميعاد الزراعة نفسه ليه عامل. يعني ممكن حضرتك البنجر اللي بيتزرع في العروة الأولى اللي هو في شهر 8 وشهر 9 يجيب الأوراق ديت على عمر 25 يوم أو شهر بالكتير. البنجر اللي بيتزرع متأخر شوية اللي هو في 10 زي ما احنا في اليومين دولت كده في شهر 10 وأول 11 ممكن يجيب 4-6 ورقات دولت على عمر 40 و45 يوم. فالمعاملة مهمة جدا. يجي واحد اللي زارع بدري اللي هو زارع في 8 أو 9 يسيب البنجر ما يخفوش إلا على عمر 45 ولا 50 يوم، تبدأ الجذور تتلف حوالين بعضها ويبدأ هنا يحصل تنافس شديد في عملية التغذية، وبالتالي يحصل سروله للنبات. الراجل برضو اللي بيزرع متأخر في شهر 10 أو في شهر 11 ما ينفعش يسيب النبات على 70، يجي يخف على 70 و60 يوم، برضه هيحصل عنده نفس المشكلة. لذلك في قاعدة في البنجر كده يقول لك اللي سبقك في الزراعة اسبقه في عملية الخف. يعني واحد زرع قبلك ب10 أيام ممكن انت سيادتك تبدر بعملية الخف 10 أيام، بس تشتغل من 4 ل6 ورقات حقيقية. راعي هذه العملية، لازم يكون النبات جايب 4 ل6 ورقات حقيقية. فالمعاملة نفسها بتفرق، توقيت المعاملة نفسه بيفرق، وكل محصول ليه معاملات مختلفة. على سبيل المثال حاجة اسمها الفاصوليا. الفاصوليا لازم تاخد كل الأزوت بتاعها قبل 40 يوم من عمرها.
لو انا حطيت على 60 و70 يوم من عمرها، التزهير بتاعي هيحصل له تنفيل، وهيبدا الفاصوليا تديك نمو خضري ومش هتديك انتاج. دي معامله من ضمن المعاملات اللي بتتم في احد المحاصيل. حاجه زي محصول الذره، يفضل انه يكون واخد التسميد الازوتي بتاعه كله من 50 ل 60 يوم من عمره من بدايه عمليه الزراعه. واحد تاني هيأجل له الازوت بتاعه على 3 شهور. هل المعامله دي هتكون مجديه؟ لا طبعا. حاجه زي القمح، اقصى حاجه في التسميد الازوتي 70 يوم من تاريخ زراعه القمح. طب واحد حط على 100 ولا 110، هل المعامله بتاعت السماد ده هتبقى معامله مجديه؟ لا طبعا. فرجاء المعاملات الزراعيه مهمه، ما تنخدعش ورا اي حد يقول لك انا هديك رشه تغير حياه عمر النبات، هديك رشه تديك اعلى انتاجيه. الكلام ده مفيش سند علمي ليه. في نهايه الحلقه، ان عجبكم المحتوى اللي احنا قدمناه النهارده، يا ريت حضراتكم تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ورجاء الجميع يشار هذا الفيديو حتى يستفيد الجميع. احنا هنا في قناه يوتيوب الزراعه بنقدم معلومه مفيده حتى يستفيد منها كل الناس، بدايه من الناس البسطاء حتى الناس اللي عندهم مزارع كبيره. انا بالنسبه لي المزارع اللي عنده ربع فدان بعامله معامله المزارع اللي عنده 100 فدان. دمتم بخير حضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.